اهلا بكم في اكلات ووصفات. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان توصل لاكبر عدد من المتابعين. هنعمل رنجة. هتجيب الرنجة تغسليها، المهم تجيبيها الكبيرة الطرية في ايدك علشان خاطر تبقى هادية ما تبقاش حادقة. هتجيبيها تغسليها بس تحت الحنفية كده علشان خاطر مطرح ما انت الايدي ماسكاها. وبعد كده هتجيبي صينية فيها شوية زيت وتحطها على النار. وتحطي فيها الرنجة. ممكن تعملي الرنجة كده في الفرن، تحطها في الفرن براحتك. هنقطع بصلاية كبيرة وقرنين فلفل أخضر وطماطمتين. هنقطعهم كده زي السلطة ونحطهم مع الرنجة على النار. بيخلي ريحتها حلوة وطعمها حلو، وبتاكلي بالبصل والطماطم دي بيبقى طعمها حلو. في ناس ما بتعملهاش خالص على النار، بيبقى طعمها حلو، بس بيقولوا لو اتحطت على النار بتنشف. لا وبتحدق. هي لو الرنجة انت جايباها هادية، ما هياش حادقة قوي، هتفضل هادية، مش هتحدق على النار حتى. هي النار هتجيب لها ملح من عندها. لا. وبتبقى حلوه وبتفتح من بعضها، تبقى حلوه. انت تنضفيها بقى بعد ما تحط لها الحاجات دي وتستوي. هتحط لها الفلفل والطماطم والبصل ووطي وغطي وسيبها براحتها. البصل هيدبل هو والطماطم والفلفل والرنجه كده استوت. انت عملتها الاول في الزيت، وبعد كده وطي عليها شويه وهتاكلي منها. هتطلعها بقى تفتحها كده وتشيلها نساير، تشيلي النسيره، وعايزه تعصري عليها ليمون زي ما انت عايز. هتاكلي بقى عيش تخين، هتاكلي عيش، اي عيش عندك، هي طعمها حلو وريحتها كانت جميله. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.